حطيت الكرومبة زي ما هي بحالها في الفريزر، والنتيجة كانت جبت كرومبة بحجم متوسط وحطيتها في الفريزر لمدة 24 ساعة، وبعد كده طلعتها سبتها في درجة حرارة الغرفة لحد ما فكت تماما حوالي 5-6 ساعات. كان نفسي أجرب التجربة دي لما سمعت أختي من حوالي 10 سنين أو أكتر بتقول لماما: هو أنتي لسه بتسلقي الكرومب؟ أنا بحط الكرومب زي ما هي يا ماما وتاني يوم بتطلع كأنها مسلوقة. بس كنت خايفة جازف لحد ما خدت قرار وقلت هجرب، وبعد كده مش هسلق الكرومب تاني. فككتها وطلعت معايا كل ورقة بورقتها كأنها مسلوقة وأحسن. غسلتها بالمية الجارية وبعدين بقى شلت العروق منها وجهزت الخلطة، والمرة دي حبيت أضيف في الخلطة اللحمة المفرومة، ادت طعم حلو ومختلف عن كل مرة. وكمان زودت الصلصة لأنه صلصتهم هنا خفيفة. آخر مرة الصلصة اختفت من الكرومب وطلع لونه أبيض. بعد كده بقى لفيت ورق الكرومب ورقة ورا ورقة لحد ما خلصت كل الكمية. جبت بقى الحلة بتاعتي وحطيت العروق من تحت. قولولي مين بيحب ياكل العروق زي تبقى أحلى من الكرومب نفسه. وبعدين بقى رصيت عليها الكرومب وضغطته كويس وحطيت له المرقة والصلصة وحوالي ساعة إلا ربع، وطلعت مستوية يعني لا مجلدة ولا شدة، وما خدتش وقت في التسوية. لازم تجربوها. وبس كده.